يسعد مساكم حبايبي واحلى مسا عليكم. شلونكم؟ والله مشتاقة لكم، يا رب ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة وسعادة. اليوم سويت كبة البوتيتا شاب، وتعرفون انتو طريقتي بالكبة موجودة بالصفحة وصفات وبالقناة، بس اليوم سويتها بطريقة يعني جديدة. اليوم خليت كوب وربع، العفو، كيلو وربع بوتيتا، اشتريتها كيلو وربع حجم متوسط. المهم الوزن عندي كيلو وربع. بنات، سلقتها اني ساعة، اقل من ساعة، 3 4 ساعة، بس تدخلين السكينة تشوفيها دخلت تطلعيها فورا، لان ما تخليها تشرب مي. فسلقتها اني 3 4 ساعة وهي حارة، تحرقت كل اصابعي حمرة، شوفوها. تقشريها وتمرديها بالهراسة. بعد ما تمرديها تتركيها ساعتين أقل شي، لازم تبرد وتنشف المي اللي بيها على البنكة. بعدين أنا اليوم مش خليت، اليوم ما خليت نشا واحدة، لا، اليوم خليت نص كوب بالمقياس المعياري، نص كوب نشا ونص كوب طحين التمن العنبر عندي. قلنا نص كوب طحين التمن ونص كوب نشا. طبعا أنا سويتها قبل بس بطحين التمن، حقيقة بنات ما عجبني الطعم. بس اليوم نص بنص، لا طلعت مثل البسكت. شوفوا بنات، شوفوا اني ما اعرف اسوي، بعد البخار يطلع منها ما تنكمش، ما اعرف اسوي كبه بطنها ثخين. شوفوا بنات، قشر خفيف، والله مكانكم خالي، تمنيتكم ويانا تجنن بنات. بسكت طلعت بسكت. وخليت ويا عجينه التمن، العفو عجينه البوتيتا، اسفه لاني كلش تعبت. خليت رشه كاري، خليت رشه بابريكا، رشة صبغ لوزينة بعود عودة مال الأسنان بالراس، بس حتى ويا البابريكا ينطي هاللون الحلو. قلنا بابريكا، صبغ لوزينة قليل، ملح، كاري، انطيها طعم. وعجنتها بنات بعد ما بردت الساعتين بدون إضافة قطرة مي. عجينة انت اذا تتعاملين ويا بوتيتا، البوتيتا تختلف عن الكبب الباقية بنات، يعني تختلف عن التمن الروز او السلق، العفو الجريش، يعني مال السلق قصدي، مال الجريش والبرغل، تختلف البوتيتا نوعا ما. هسه اني من دا الكلكها تفطرت بيدي عادي جدا، لان احنا دا نتعامل ويا بوتيتا. شوفوا، شوفوا القرمشة بنات، شوفوا القرمشة، شوفوها، هاي من طحين التمن والنشا، من ينخبط طحين التمن والنشا تعطي هاي النتيجة. فمن تلكلكيها من تشوفيها تتفطر، مو تقولين هاي شنو تكس، لا عادي. اني انقع ايدي بشوية مي، ما انقعها بالزيت، اني ما اعرف اسوي كبة واخلي بيدي زيت، بالمي واعدلها. واهم شيء، اهم شيء من تجين تقليها بزيت العفو قلاية غير لاصقة، يا اما مال تيفال يا اما مال سيراميك، وتخلين الزيت ما يغطيها للكبة، لا اقل، ولازم الزيت يكون ساخن. من تحطيها شوية تنصين النار وتخليها ما تقلبيها ابدا الى ان تشوفين الجوانب مالها ايش قرت، وتقلبيها، لان كبة البوتيتا من انحس الكبب احنا نعرفها كليتنا. بس ما اقولكم والله الطعم روعة، وهالبلم الحلو تمنيتكم ويانا. والحشوة اكيد احنا نحمس اللحم مال العجل بدون اي اضافة الى ان يتغير لونه، مية ينشف. يلا اضيف الراس بصل واحمسه، وهنا بهار مشكل من اللي اني اسويه، ورشة فلفل اسود، ورشة شوية كركم وملح. ومن قبل ما اطفيه اضيف باقة معدنوس او كرفس مثروم ومغسول ناعم، واطفي النار. وكانت اروع واحلى كبه، وتمنيتكم ويانا. ودائما يقولوا لي ليش ما تكسرين الكبه بنات، اني اضوج اخرب شكل الكبه، بس اليوم الخاطركم بقى وش قد خفيفه تجنن بنات، تجنن. سكتوا خليها انا اقلي واكل. اليوم اقلي واكل هالقد ما طيبه، ما كلش طيبه. وراح نعيد الكبه مال اللي عجنتها بالزيت، انطلبت مني هوايه، ذيك تخبل، هذيك ما إلها يعني ما تنوصف ولا إلها مثيل بالطعم. راح بس ارتاح اليومين وراح اسويها وياكم. راح هذيك تنعجن بالزيت، ذيك برغل وطحين فقط، برغل وطحين فقط، بس من اروع الكباب. وهذا كله من اختراعي اني. لازم نطور، لازم نسوي شيء جديد. تمنيتكم ويانا، وعندك خضرة وعندك طرشي، طماطة، بصل، فلفل، خيار، وكان اروع بلم. بالعافية علينا وعليكم، واتمنى ما تنسوني بالدعاء، وما تنسون القناة واللايك. واحب اريد فزعتكم حبايب، وين اهل الفزعة، وين اهل الكرم، اريد فزعتكم القناة اليوتيوب ودعمها والاشتراك بيها حبايب قلبي. لا تقصرون وياي، واحبكم كلش هواية، واشكر كل ايد حلوة من
أجمل الجميلات تكتب لي تعليق حلو أشكرها وجزاها الله بالمثل. حبايب قلبي أتمنى لكم يوم سعيد ويوم جميل وغدا اليون عافية أيا كان. الحمد لله والشكر على النعمة يا ربي، الله لا يحرمها من الزوال. سووها بنفس الطريقة وادعوا لي بنات. حبايب قلبي تحياتي لكم من أختكم وخالتكم الحجية أم محمد.